صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وخير. النهارده هنعمل مع بعض كفر كرسي الصالون زي ما طلبتوا منينا في فيديوهات قبل كده كتير. فكرته سهله وبسيطه. احنا هنعمله بقماشه القطيفه، والمقاسات اللي هناخدها النهارده هتمشي على كل القماش. يعني انت لو عايزه حتى تعمليه على قماش عادي ينفع يتعمل. احنا بنعمل ليه بقماش لكرة علشان سهوله التعامل، عشان احنا بنشتغل شغل تجاري، ما بنشتغلش شغل قطاعي او ما بنروحش عند حد بيت وبنقيس مقاسات. فاحنا لا، لازم نعمل حاجه تمشي مع كل الصالونات، مع كل الانتريهات، علشان ما يبقاش فيه مرتجعات. دي حاجة. اول حاجة معانا هناخد المقاسات بالتفصيل، الايد والقاعدة والظهرية من ورا ومن قدام بطريقة سهلة وبسيطة. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. لو اول مرة تتابعونا اعملوا سبسكرايب للقناة، قناة اصنع بنفسك مع مريم. ولو انتوا من المتابعين بتوعنا ما تنسوناش في لايك حلو للفيديو ومشاركة للفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. اول حاجه هنقيس القاعده طولها كله من اول الجزء اللي من الخلف ده هنا عند الخشبه لغايه اخر حته في الجزء الاحمر ده، دي 75 سم. 75 سم. العرض بتاع القاعده دي هناخده في 3 مراحل. الجزء اللي من جوه ده عرضه 40 سم. الجزء اللي في الوسط ده 75 سم. الجزء اللي من قدام ده 60 سم. تمام؟ يبقى القاعدة ليها 3 مقاسات: 40 75 و60. تمام؟ عندنا الظهر هناخده من اول الهرم فوق لغاية الجزء بتاع الخشبة تحت، وده هيعمل حوالي 82 سم. 82 سم هتبقى من قدام، و82 سم هتبقى من ورا. الهرم ده عرضه 20 سم. عرض الهرم ده 20 سم. تمام؟ وهنراعي في الخياطه الجزء اللي من فوق. قلنا الجزء ده 20 سم، وهنراعي في الخياطه البوزه اللي من فوق دي عشان ما ينفعش ناخد مقاس اقل من 20 سم اللي هو الجزء اللي في النص. تمام؟ الجزء ده كله 55 سم لحد الايد. لحد الايد 55 سم. لا، الايد هنا كمان 60، يعني فوق 55 والايد هنا 60، في النص هنا 60، تحت بقى 40. تحت 40. تمام؟ يبقى فوق 20، الكتفين دول 55، الجزء هنا 60، وتحت 40. تمام كده؟ علشان يعني انت لو عايزه تعمليه قماش عادي هتزودي 2 سم بتاعت الخياطه وهتعمليه، هيبقى حلو جدا معاكي. الجزء اللي في الخلف ده هيبقى حوالي 85 سم نعمله، علشان لما نيجي نعمل الكورنيشن من تحت يبقى تمام. 85 سم برضه هقصه لكم تاني. الجزء اللي في الخلف ده 95 سم. 95 سم احنا زودنا ال10 سم بتاعت الخشبه اللي من تحت علشان هي ملفوفه ورا كلها. يبقى الجزء اللي من ورا 95 سم، اللي من قدام طوله 85 سم. تمام؟ الايد دلوقتي هنقيس الايد ازاي؟ الايد من اول هنا لغايه هنا 50 سم. الايد 50 سم. الجزء اللي من قدام ده 21 سم او 20 سم بالظبط. 20 سم. 20 سم. احنا هنخليها 21 سم. الجزء اللي من ورا انا ما عدلتش الحته دي، عشان الحته دي هناخد عرض 50 في طول اللي هو 61 على بعض. يبقى القطعه بتاعت الايد دي 50 سم في 61. 21 من قدام و40 في الجزء اللي من بره. تمام كده؟ والناحيه الثانيه نفس الحكايه. خلاص كده الكرسي خدنا كل مقاساته. دلوقتي هنبتدي نقص مع بعض. هنقصه ازاي؟ دلوقتي احنا معانا القماش اللطيفه اللكرة زي ما قلت لكم، وهنقص كام للظهر
180 سنتي للظهر بس، 180 سنتي بس. مش هناخده كله احنا، لا هناخد منه جزء. ادي اهو بنظبط القماش، انا قست 180 سنتي وهبتدي اقص الجزء ده. بنقص كده، ولو انت عندك مش متمكنه هتحطيه على ستاند، ترابيزه، اي حاجه عندك، وتبتدي تقصيه. ال 180 سنتي دول انا عندي اكبر جزء في العرض 75 مثلا، تمام؟ فهعمل ايه؟ هقص القماشه اللي هي 180 سنتي دي على 2 في الاتجاه الليكرا يا جماعه، في الاتجاه ايه؟ الليكرا. يعني بشوف الاتجاه الليكرا فين اهو، ادي كده دي كلها 180 سنتي الاتجاه الليكرا اهو. انت لو ما عندكيش اتجاه ليكرا، احنا واخدين المقاسات، هتزودي 2 سنتي من كل جنب لو قماش عادي. اما لو قماش ليكرا زي اللي في ايدي، احنا هنقصه على 2 في الاتجاه اللي بيمط اللي هو الليكرا. اما في قماش الجكار فمش هتفرق كتير عشان هو بيمط في الاتجاهين، يعني اي اتجاه فيهم هتقصيه، اهم حاجه يبقى عندك الطول بتاع الظهر هنا 180 سنتي. لما نقص الجزء ده اللي هو فيه الاتجاه الليكرا، يستحسن تظبطيه كويس وما تقصهوش بالطول علشان ما تطلعش منك حته طويله وحته قصيره والقماشه تبوظ منك. يستحسن حد يمسك معاكي او تقصيه على الارض او حته تكون كويسه بحيث ان انت تظبطي المقاس كويس، تمام؟ وليكن احنا ظبطناها كده وهنبتدي نقص على 2. نتأكد ان احنا بنقص في الاتجاه الليكرا عشان الاتجاه التاني عرضه 160 مش العرض 180 اللي احنا خدناه، تمام؟ دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد قطعة منها وهنعمل لها كده، شايفين؟ دلوقتي هنبتدي نظبط القماشة بتاعتنا. هل انا هقص 20 سم بتاعت الهرم؟ لا، انا مش هقص هنا عشرينات ولا اي حاجه، انا هسيبه زي كده اهوت، وهعمل بتاع القعده واحط فيه، وهبتدي اظبط بعد كده. انا شغاله على المكنه، يعني مش هظبط القماشه عشان زي ما قلت لكم احنا بنبيع تجاري فمش هتفرق معانا الكلام ده كله. احنا لازم نشتغل في قماش ليكرا، لكن انت لو هتشتغلي في قماش عادي هتعملي بالمقاسات اللي انا اديتها لك قبل كده، هتقصي الجزء اللي من ورا ده لوحده والجزء اللي من قدام لوحده، وهتعملي الهرم على مهلك كده. يعني هبقى اعمل لكم واحد كده واحد كده، تمام؟ دلوقتي زي ما انتم شايفين ده اللي هنعمله دلوقتي. احنا عملنا حته الخلف والحته الاماميه هنا اهوت للظهريه. هنا الجزء الثاني اللي قصيناه من 180 سم، هل احنا مش هنستخدمه؟ لا، احنا هنستخدم كل حته في القماش اللي قصيناه. يعني احنا جايبين مثلا 4 متر للكرسي الواحد، ان شاء الله هو مش هياخد الكميه دي كلها، بس هنستغل كل حاجه فيه. يعني اقل قصقوص هنستخدمها. الجزء الثاني ده هقسمه على نصين، تمام؟ انت بقى هتاخدي المقاسات بالظبط، لكن انا هنا يعني عشان القماش زي ما قلت لكم لكرة، فانا بعمل حساب اللي هيمط معايا، وهعمل لها كده. هنا خلاص القاعده اهي. انا اهو في الجزء اللي بيمط، شايفين الجزء اللي بيمط لازم نحطه في العرض، شايفين كده. وهنبقى نظبط المقاسات، يعني هنخلي ال 40 جوه، 75 في النص، 60 من بره. احنا شغالين على المكنه. لو انت بتعملي في قماش عادي انت وشغاله على نفس الكرسي ظبطيها يكون افضل. يعني مثلا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان احنا لو انت هتقصي قماش عادي هتعملي ايه؟ هتاخدي 40 سم وتقصي الاطراف اهو. لو انت هتعمليها على قماش عادي اهو، هناخد ادي ال 40 سم اهو، وهنقص الحته دي بالورق.
هتدينا الحته بتاعه الكيرف بتاع ايه الايد، وهتبقى زي الفل معانا. يعني انت لو بتعملي على قماش عادي هتعمليها كده، هتاخديها وتاخدي ال 40 سم وتقصي الكيرف من هنا ومن هنا، هتديك الدوران بتاع الايد. نفس الحكايه هنعملها في الجزء ده اهو، لان هو نفس المقاس 40 سم، فهنعمل كده وتقريبا هناخد الجزء ده كده اهو، ادي اهو دي يستحسن ان انت تقيسي، علشان انا بالتقريب يعني حافظاهم، مش بعمل ارتجالي، لا انا حافظه تقريبا من كتر ما بشتغل فيهم، حافظت خلاص ايه ال 40 سم هتبقى ايه، ال 20 سم هتبقى ايه. لكن يستحسن انت تعملي مقاساتك مظبوطه. شايفين كده كده تقريبا خلاص، ما فاضلش معانا غير الايدين والقرنيش. الايدين بقى هنعملها ازاي؟ الجزء ده احنا خدنا 180 سم، عملنا الحته بتاعت الظهر وعملنا القاعده. في حته تانية اتفضلت من القاعده دي، هنعمل الايد دي والايد دي منها. الايد هنا اهوت هنعمل ايد واحده بس من الجزء اللي اتفضل من القاعده، اللي هو ال 180 للقاعده والظهر. هناخد 50 سم، ادي 50 سم بالظبط اهو، ادي حطيناها هنا، ادي 50 سم تمام. هي دي القطعه اللي معانا دي 80 في 80، يعني حته مربعه 80 في 80. احنا عايزين كام؟ عايزين 50 عرض في 60 طول، فاحنا مش هناخد ده كله. لو احنا عايزين نعمله كله اسطمبه واحده بس مش هيبقى شكله قد كده، يعني لو اتعمل اسطمبه واحده يستحسن يتعمل كرانيش. فاحنا هناخد 60 سم طول في 50 سم عرض، ادي 50 سم العرض اهو لغايه هنا، وهنقص كمان ال 20 سم الزياده من الطول. دلوقتي عايزين الايد التانية. الايد التانية دي هنقص لها كام؟ هنقص لها 50 سم عرض، ادي 50 سم بتاعه العرض اهي. هو هنبتدي ايه نقصها، او نقص 60 سم علشان اتجاه اللكرة هو اللي يبقى الناحيه التانية. خلينا في المضمون، خلينا نقصها 60 سم او 61 سم اللي هو بتاع الطول بتاع الكرسي، وناخد العرض براحتنا احنا 50 سم. احنا قصينا 60 او 61 سم، 61 سم دي طول الايد. عايزين عرض الايد بقى هنعمل كام سنتي؟ 50 سم، 50 ايه سنتي ونقصها. يبقى احنا معانا الايدين ومعانا الظهر ومعانا كمان القاعده، وكده فضلش غير الكرانيش. الكرانيش بتتعمل ازاي؟ الكرانيش 40 سم، يعني الجزء ده هنعمل منه كرانيش، مش هنرمي حاجه. الجزء ده هنكمل عليه. الكرسي ده بياخد 4 متر كورنيش، متر من كل اتجاه. فاحنا كده عايزين كام؟ هناخد متر واحد، وكل المتر ده عرضه 160. ال 160 دي لما نقسمها على 40 هتطلع لنا 4 قطع، هنوصلهم ببعض وهنعمل الكورنيش بتاع الكرسي كله. يبقى الكرسي كله كلفنا قد ايه قماش؟ ال 180 سم وال 50 سم اللي هناخدهم من هنا ومتر، يبقى كام كده؟ يبقى مترين وحسبة 3 متر بالظبط. الكرسي كله كلفنا على بعض 3 متر، ده اللي هو بالزيادة يعني كله على بعض. وانت لو حسبتيها 180 و50 يبقى 230 سنتي، وكده هناخد يبقى 3 متر و30 سنتي، 3 متر و30 سنتي بالظبط. ادي كده خلاص الكرسي كمل معانا، مفضلش غير الكرانيش زي ما قلت لكم. الكرانيش اهو دي قلنا 40 سم، 40 سم هتيجي كده، ومع الكشكشه بتاعه الاستك اللي هنركبه او زي ما ركبناه قبل كده في فيديوهات كتير، هبقى انزل لكم الفيديو بتاع تركيب الاستك للكورنيش، وهنلبسه مع بعض في الاخر ونشوف شكله بقى ايه. يا رب يكون الفيديو نال استحسان منكم وعجبكم. لو الفيديو طال هفصل الفيديو ده عن الفيديو بتاع الخياطه بتاعته، لكن احنا خدنا الفكره عامه عشان في ناس كتير جدا 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 اتكلمت على الصالون، فانا حبيت اعملهم لكم يعني
على قص وتفصيل وكل حاجه زي ما احنا عايزين. انت لو ما عندكيش مكنه في البيت وحابه تعملي الكفر ده على الوضع اللي احنا بنقول عليه ده، هتبتدي تسرجيه سراجه بالخيط العادي والابره، وتاخديه توديه عند حد يكون عنده مكنه اوفر 4 فتله، وهيعملهولك على السراجه اللي انت عاملاها، وهيطلع زي الفل ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.